عمرك سألت نفسك إيه أثر الفكرة وطريقة تفكيرك على حياتك؟ في الأول خليني أشرح لك سريعا إن الفكرة دي عبارة عن بذرة. البذرة دي بيطلع منها فعل. كل ما تعمل الفعل ده وتكرره بيبقى عادة. العادة دي ممكن إن هي تشكل مصير حياتك. طيب، اسأل نفسك الفكرة دي مصدرها إيه؟ أنا عايزك تقيس الأفكار اللي بتجيلك واللي بتتبناها واللي بيطلع منها فعل بعد كده على مقياسين أساسيين. ربنا قال يريد الله بكم اليسر، وقال لنا برضو في القرآن الشيطان يعدكم الفقر. فكر بالمقياسين دول. العمل اللي أنا بعمله ده أو الفكرة اللي في بالي دي بتديني يسر وماشية مع اللي ربنا عايزه مني، ولا هي وسواس من الشيطان وهتخلي حياتي فقر؟ اسمع للأفكار بتاعتك وشوف مصدرها من فين.